100,000 جنيه بالبنك الأهلي وبنك مصر فايدتهم كام شهريا وكام سنويا بعد تغير أسعار الفايدة من قبل البنك المركزي. والبنك الأهلي وبنك مصر قرروا تخفيض أسعار الفايدة على الشهادات وأيضا إلغاء بعض الشهادات. تعال نشوف التفاصيل الجديدة في البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار تخفيض أسعار الفايدة، وإيه الشهادات المرتفعة العائد اللي أقدر أربط عليها الفايدة بتاعتي الآن. بس قبل ما نبدأ الفيديو طبعا يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة، تفعل الجرس واللايك للفيديو، لان كتير بيقولوا لي ما بيجيش اشعار من القناه. لان حضرتك لازم تنزل اسفل الفيديو في علامه لايك اسفل الفيديو كده، تضغط على اللايك ده بيجيلك مننا اشعار بكل فيديوهات القناه. انزل دلوقتي علامه اللايك اسفل الفيديو اضغط عليها، خصوصا ان اللايك ده مجانا. اعمل لايك للفيديو. تعالى بقى بينا نتعرف على الفيديو الجديد. البنك الاهلي المصري وبنك مصر اكبر بنكين في مصر، وانهم هم الذراع الايمن للبنك المركزي طبعا، واسعار الفايدة بتتغير فيهم بعد تغير اسعار البنك المركزي، واللي قرر البنك المركزي تخفيض اسعار الفايدة في الاجتماعات السابقة. لان طبعا احنا بقالنا كتير بنحذر ان عام 2025 هو عام تخفيض اسعار الفايدة. يعني لو انت عايز تعمل شهادات هتعملها دلوقتي قبل فوات الاوان، خصوصا ان البنك المركزي خفض الفايدة بمقدار في اجتماعه الاخير بمقدار 1%، وادى الى تخفيض اسعار الفايدة حاليا على الشهادات اللي موجودة في البنك الاهلي او بنك مصر. وصل تخفيض اسعار الفايدة على الشهادات خلال الاجتماعين السابقين 3% حاليا. وتم إلغاء الشهادات اللي كانت ممنوحة سنويا وهي 27% السنوي و23.5% الشهري تم إلغائهم، وتخفيض الفايدة على الشهادات المتاحة لدى البنك الأهلي وبنك مصر. طيب في كتير بيسألوني حاليا أنا معايا مبلغ 100,000 جنيه وعايز استثمرهم قبل تخفيض أسعار الفايدة مرة أخرى في سواء في البنك الأهلي أو بنك مصر، أعمل إيه؟ اولا البنك الاهلي المصري بيعمل شهادة شهرية العائد فيها وصل فيه 23%. العائد لمدة 3 سنوات، اول عام بيكون 23% والتاني عام بيكون 19% وتالت عام 15%، لان الشهادة دي مدة 3 سنوات ومتناقصة العائد، يعني كل سنة بفايدة جديدة. طبعا عند استثمارك المبلغ 100,000 جنيه اللي معاك هتحصل على كام شهريا؟ اول عام بيكون الفايده فيه 23%. طيب لما يكون 23% في اول عام يبقى انا شهري هقبض اوتوماتيك 1916 جنيه كل شهر. طب تاني عام 19%، يبقى شهريا 1583 جنيه شهريا. تالت عام بيكون 15%، يبقى انا باخد 15,000 جنيه سنويا. طب شهريا يبقى انا هاخد كام؟ 1250 جنيه. يبقى أول عام 1916 جنيه، تاني عام 1583 جنيه، تالت عام 1250 جنيه. ده على حساب 100,000 جنيه. وده كان بخصوص البنك الأهلي. طب بنك مصر، بنك مصر بيصدر نفس الشهادة لكن في اختلاف بسيط. الشهادة 23% أول عام، تاني عام بيكون 19.5%، تالت عام بيكون 16%. وده الاختلاف ما بينه وبين البنك الأهلي. أول عام هتحصل على 23,000 جنيه سنويا، أما شهرين 1916 جنيه زي البنك الأهلي، يعني دي 23 ودي 23. تاني عام بيكون 19.5%، يبقى أنت سنويا 19,500 جنيه على ال 12 شهر، هتحصل كل شهر على 1,625 جنيه. ودي في فرق ما بين البنك الأهلي وبنك مصر. تالت عام بيكون 16%، ويكون أنت هتاخد سنويا 16,000 جنيه، أما شهريا هتقبض 1333 جنيه. وكده في فرق ما بين البنك الأهلي وبنك مصر. ليك حرية اختيار ما بين الشهادات وما بين البنوك. انتظر مننا باقي تفاصيل الشهادات، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك للفيديو.